عارفين المثل المصري اللي كل ما حد يكلم حد يقول له انت بكاش؟ المثل ده جه ازاي بقى؟ اقول لكم. محمد علي باشا كان معاه مترجم اسمه محمد بكتاش، وطبعا محمد بكتاش ده كان حد ضلالي، وغالبا ما كان يترجم لمحمد علي حاجات بالغلط. محمد علي وقتها كان بيبطش بالمصريين، وكانوا المصريين بيخافوا من بكتاش ده لأنه كان بيشي بالناس الطيبين، خصوصا وإن محمد علي كان ودني وبيسمع كلام الوشاة. المصريين عرفوا إن هذا الرجل كذوب كذاب، اللي هو المترجم التركي محمد بكتاش. ما كانوش بيثقوا فيه وما بيصدقوهوش غالبا، لأنه كانت بتصدر القرارات من محمد علي بحبس فلان أو قتل فلان أو مصادرة أراضي فلان، خصوصا ان محمد علي كان له عقل تركي بيتميز بالغباء الشديد في التعامل مع المصريين بالقهر والعنت، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والمكوس. وكان لما حد من المصريين عليه ضرائب زيادة وما يقدرش يدفعها، كان بيؤمر جاب الضرائب ويقطع حتة من لحمه، اللي هو الحكاية اللي بيسموها اقطع من اللحم الحي. طبعا حد اتأخر عليه بقى دينار ولا 2 ولا 3 ولا ما قدرش يدفع، فكان بكتاش ده يملي اسمه لمحمد علي باشا او الجابي اللي هو بعته في احدى المديريات في القاهرة او الصعيد او الوجه البحري. وكانوا المصريين بيخافوا منه محمد بكتاش، عشان كده بقوا يقولوا المثل انت راجل بكاش.